صباح الخير يا جماعة. آه، أنا هستكمل هنا، هحاول أستكمل موضوع نساء الأبراج. اتكلمت في الفيديو اللي فات عن المرأة الجوزاء، اتكلمت شوية عن المرأة الثور وعن الميزان، يعني شوية أبراج كده بس بشكل سريع. المرة دي أنا عايز أضيف نقطة مهمة بالنسبة للمرأة الجوزاء. هي سامية جمال، يعني من برضه فراشة من الفراشات، وأنا معجب، يعني من المعجبين بيها جدا. فيها برضه الرقة والأنوثة والدلع بتاعة المرأة الجوزاء. نجوى فؤاد يقال إن هي القوس، يعني ناس بتقول القوس وناس بتقول الجدي. نجوى فؤاد بغض النظر عن البرج بتاعها هو إيه، فهي الرقة اللي في صوتها والدلع اللي في صوتها والدلع اللي في أسلوبها عموما، يعني معظم الرقصات بيبقى صوتهم خشن شوية، ما تعرفش ليه، بس بغض النظر عن السبب، انما اجمل صوت في الراقصات الشرقيات في مصر المشاهير هو صوت نجوى فؤاد. الحقيقة ما فيش اجمل من صوتها بين اصوات الراقصات، يليها سامية جمال. نعيمة عاكف صوتها حلو مش خشن يعني، انما الصوت الاجمل والانثوي قوي وفي دلع وفي جاذبية غريبة وعجيبة هو صوت نجوى فؤاد عن أي واحدة تانية. بالنسبة للرقص الشرقي، أنا طبعا بحب الرقص الشرقي، بحب بالذات سامية جمال طبعا كأساس، وبحب سهير زكي، وبرضه فيفا عبده مش وحشة. نجوى فؤاد طبعا هي الأحلى، زي ما قلت صوتها ده يعني يغني عن أي أنوثة وعن أي دلع. حاجة الجمال اللي في صوتها مش طبيعي، صوت نجوى فؤاد. نعيمة عاكف أنا أحبها، يعني مش زي دول، بس هي أول واحدة سامية جمال، تاني واحدة نجوى فؤاد مثلا، تالت واحدة سهير زكي. بعد كده الباقي كويسين يعني بالنسبة لي، بس مش إيه يعني، مش مهمين أوي. يعني فيفا عبده ماشي، نعيمة عاكف ماشي، تحية كاريوكا ماشي. بس تحية كاريوكا كشخصية أو في الأفلام أو كده لا، هي يعني دايما تطلع في دور شرير غالبا، بتطلع متسلطة، بتطلع بتزعق، بتطلع كده، فما يعني مش ميالها، أو هي الدلوة حتى، يقال إن هي الدلوة. إنما نعيمة عاكف الميزان، سامية جمال الجوزاء وناس بتقول الحوت، نجوى فؤاد القوس وناس بتقول الجدي، سهير زكي الجدي، فيفا عبده ناس تقول الثور وناس بتقول الجوزاء. ايا كان فهي يعني جميل. فهم دول اشهر الراقصات الشرقيات واللي يعني بيعجبوني، او حلوين يعني، حلوين في الرقص بتاعهم. بس هي اجمل واحدة فيهم بالنسبة لي هي سامية جمال، دي البريمو يعني. وزي ما قلت يليها نجوى فؤاد، خصوصا من ناحية صوتها، صوتها الأنوثة كلها والدلع كله، يعني أجمل صوت صراحة سمعته هو صوت نجوى فؤاد. بالنسبة نرجع بقى للأبراج. بالنسبة مثلا احنا ما قلناش المشاهير قوي يعني، يعني برج الميزان قلنا، ما قلناش ان في ماجدة الخطيب برج الميزان، واخد بالك. آه، روبي الممثلة اللي هي روبي، وشيرين عبد الوهاب. شيرين عبد الوهاب كجسم والسمار وكده جميلة، يعني جميلة جذابة جسديا. بس مش بحبها رومانسيا، يعني مش ميال لها رومانسيا، مش بحلم بيها يعني.
مونيكا بيلوتشي برضو من ضمن الميزان، من ضمن الميزان. داليا البحيري برضو من ضمن برج الميزان. كاترين زيتا جونز من برج الميزان، وهي رقيقة إلى حد ما يعني. كاترين زيتا جونز رقيقة، خصوصا في فيلم انترابمنت. الرقة اللي فيها والدلع اللي فيها مع شون كونري كانت جميلة الحقيقة. دول اللي من برج الميزان، من ايه، من المشاهير يعني. طبعا من برج الدلو احنا قلنا في نبيل عبيد، في سعاد حسني، في شادية. بس هي شادية هي الأجمل فيهم يعني بالنسبة لي، وبتيت وكده وجميلة يعني. في ناس تانية من برج الميزان زي جينيفر أنيستون مثلا، معروفة. قصدي من برج الدلو، عشان معلش، هي جينيفر أنيستون من برج الدلو. نسرين طافش من برج الدلو. نادين لابكي اللي هي اللبنانية دي من برج الدلو برضو. باريس هيلتون من برج الدلو. شروتي حسن اللي هي الهندية من برج الدلو، واخد بالك. كل دول من برج الدلو. من برج العقرب بقى المشاهير هند رستم، وفيروز اللي هي اللبنانية اللي هي المغنية، مش فيروز اللي عندنا الأرمنية لا. صباح برضو من برج العقرب. يعني هند رستم عقرب، فيروز اللبنانية عقرب، صباح عقرب، جوليا روبرتس برضو عقرب، واخد بالك. وهدى رمزي طبعا، وأمينة خليل برج العقرب برضو. منى زكي برج العقرب. ميس حمدان برج العقرب، وهي حقيقة جميلة يعني من الجميلات اللي يعجبوني الحقيقة. زي ما قلنا هدى رمزي وميس حمدان جمال قوي، يعني فيهم جمال مش طبيعي يعني. ودي جاذبية قلبية يعني. برج السرطان في مثلا ليف تايلر اللي هي عاملة فيلم انفنتنج ذا ابوس، وعاملة افلام تانية، بس انا بقول ليف تايلر يعني. جيسيكا سيمبسون برضو برج السرطان. ليف تايلر سرطان، جيسيكا سيمبسون سرطان، باميلا اندرسون سرطان، ليندسي لوهان سرطان، خد بالك. غادة عبد الرازق سرطان طبعا، نوال الزغبي سرطان، نرمين الفقي قد تكون سرطان او جوزاء، الاميرة ديانا سرطان، واخد بالك. اما وردة فكانت اسد يعني. عبد الحليم حافظ سرطان، واخد بالك. الممثلة التركية اللي هي طوبة ديت سرطان، اللي ظهرت في مسلسلات مشهورة كتير يعني. طيب
ممثلات برج الجوزاء انا زي ما قلت سامية جمال من ضمن برج الجوزاء، وهي رقيقة برضو جميلة. الأرق بقى كمان من كل اللي انا قلتهم قبل كده، لان انا قلت الجوزاء نيلي مظلوم و... وفاتن حمامة ومارلين مونرو، كل دول الجوزاء. مش متذكر قوي اللي انا قلتهم امبارح، بس المهم يعني هضيف النهارده نهلة سلامة دي، الرقة كلها فيها والأنوثة فيها والدلع فيها والعقل فيها. امبارح كمان قلت على سوناكشي سينها برضو الجوزاء، فاللي انا هضيفه النهارده نهلة سلامة وسامية جمال. نهلة سلامة كمان أرق بقى من الجميع، الرقة والدلع زي نورة برضو، نورة أخت بوسي. يعني احنا قلنا الجوزاء اهو، فاتن حمامة ومارلين مونرو ونورة أخت بوسي و... وسوناكشي سينها. ضيف بقى عليهم سامية جمال ونهلة سلامة ونيلي مظلوم، طبعا احنا قلنا عليه. كل دول الرقة اللي فيهم والدلع اللي فيهم. نهلة سلامة دي الرقة اللي فيها ونوسة عجيبة، فهم كلهم فيهم دلع، فيهم أنوثة، وفيهم عقل طبعا وتفكير. برضه من المشاهير الجوزاء أنجلينا جولي، بس أنا يعني مش مفضلها يعني، مفضلهاش. هيلينا بونهام كارتر، نيكول كيدمان، واخد بالك من الجوزاء، وأنا بحب الحقيقة نيكول كيدمان. ومن الميزان برضه عشان ما ننساش نعومي واتس، دي الرقة اللي فيها وبرضه هي بتيت كده جميلة أوي. نعومي واتس دي جميلة، ميزان هي. الجوزاء قلنا نيكول كيدمان، بالشيء يذكر لأن نيكول كيدمان ونعومي واتس الاتنين من نيوزيلندا تقريبا أو استراليا، والاتنين يعني اتربوا مع بعض أو بيحبوا بعض كده، يعني صحبات أنتيم يعني. وبرضه وفاء عامر طبعا قلنا عليها، وهالة صدقي وهالة فاخر، كل دول جوزاء. ونرمين الفقي قلنا يا إما السرطان يا إما جوزاء. من مشاهير برج الجدي بقى الستات يعني، أم كلثوم، نادية لطفي، نيلي، درة اللي هي التونسية دي، سميرة سعيد برضو الجدي، إلهام شاهين الجدي، ليلى علوي الجدي، وقلنا نادية لطفي الجدي. من مشاهير برج الثور بقى نانسي عجرم، أصالة نصري، جيسيكا ألبا. أنا أحب الحقيقة جيسيكا ألبا، الرقة اللي فيها وبتيت برضو كده. جيسيكا ألبا دي جميلة يعني. وميجان فوكس برضو جميلة الحقيقة، شعرها أسود وعينيها زرق كده وجميلة. بينيلوبي كروز برضو جميلة. كل دول من برج الإيه الثور، بينيلوبي كروز وجيسيكا ألبا وميجان فوكس، كل دول برج الثور. وطبعا أصالة وفي تينا في برضو من برج الثور. وفي أوما ثورمان. أوما ثورمان برضو تمثيلها حلو كده. و
تينا فيه برضو رقيقة زي كده ميجان فوكس، وزي جيسيكا ألبا، وزي بينولوبي كروز. من برضو برج الثور فيه ممثلة أجنبية رقيقة جدا، مش هتلاقي في الرقة بتاعتها أبدا حد. أقول لك اسمها بس ما أوصلها. في برج الثور برضو باربرا ستريزنت من ضمن الإيه اللي في برج الثور. بريدجيت موينهان. بريدجيت موينهان دي برج الثور برضه، واخد بالك، جميلة جدا ورقيقة يعني. وبرضه من برج الثور من الجميلات أوي والرقيقات، بس هي يعني قد تكون برج الثور أو الحمل، الله أعلم يعني. اسمها أشلي جود، دي رقيقة جدا برضه، وبتيت برضه يعني. بريدجيت موينهان وأشلي جود حتى يشبهوا بعض، بفتكرهم إخوات الحقيقة. الاتنين برضه بتيت وحلوات جدا يعني. بالنسبة لبرج الحوت، احنا قلنا امبارح سهير رمزي. سهير رمزي. فردوس عبد الحميد حوت برضه. سميحة أيوب حوت، سلوى خطاب حوت، سعاد نصر حوت، ليلى طاهر دي الرقة بقى والحلاوة كلها، بس هي للأسف كانت باردة شوية يعني، ما عملتش تمثيل إغراء خالص. دي برضه نقطة نتكلم عنها. الممثلات المصريات اللي هم ما عملوش إغراء خالص، زي سمير أحمد، زي ليلى طاهر. ناس كده بتبقى رغم إنها حلوة ولا بتاع، بس بتبقى باردة شوية، ويعني ما تعرفش، معقدة ولا خايفة من كلام الناس ولا إيه. فما بتبقاش زي سهير رمزي، ما بتبقاش زي نيلي مثلا، لا يعني. ما بتبقاش زي لبلبة. لبلبة دي برج العقرب. لبلبة برج العقرب، وأصلها أرماني هي ونيلي، وقرايب. وفيروز برضو أرمنية وقريبتهم. بس فيروز اللي هي الطفلة المعجزة دي قريبتهم، دي الحوت. يسرى طبعا الحوت، الجمال كله والرقة والحلاوة بتاعتها الحوت. وهيفاء وهبة الحوت. حنان شوقي وحنان ترك الاتنين الحوت. بس طبعا حنان ترك بقى داخله لك في دور الحجاب والافكار المتخلفه والبتاع. اليزابيث تايلور دي الجمال كله على الحلاوه بتاعتها، دي الحوت. فالحوت فيه ستات كتير. هيفاء وهبه الحوت، اليزابيث تايلور الحوت، يسرى الحوت، سهير رمزي الحوت زي ما قلنا، مادلين طبر الحوت، حنان ترك الحوت، حنان شوقي الحوت، سلوى خطاب الحوت، آه، فردوس عبد الحميد الحوت، ليلى طاهر الحوت، اوليفيا وايلد اللي هي المشهوره الاجنبيه دي الحوت، جيهان فاضل الحوت، سعاد نصر الحوت، واخد بالك. وقلنا مدلين طبر وسهير رمزي
الحوت برضو. والكسندرا داداريو دي الحوت، جميلة جدا. الكسندرا داداريو الحوت، وليلي كولينز الحوت، وجميلة برضو ليلي كولينز من الجميلات، وبتيت برضو كده ورقيقة. جيسيكا بيل طبعا قلناها امبارح الحوت برضو. شارون ستون الحوت، وسميحة أيوب الحوت برضه. سامحة أيوب فيها ناحية إغراء شوية كده في شبابها طبعا، مش دلوقتي، إنما يعني فيها جاذبية برضه، مش وحشة. بس ليلى طاهر أجمل، وأصولها حتى هي اسمها شرويت اسمها الأصلي، وتركية في الأصل. بس زي ما قلت في كده ممثلات في مصر يعني كانوا باردات شوية، ما تعرفش برود ولا خوفا على ان هم يعني من كلام الناس، فما كانوش بيعملوا اغراء خالص. كانت منهم مثلا ليلى طاهر، كانت من طبعا فردوس عبد الحميد برضو منهم، سمير احمد منهم، واخد بالك. فاتن حمامة يعني في بعض الافلام عملت اغراء على خفيف زي رمال من ذهب كده، اغراء على خفيف فاتن حمامة، على خفيف قوي. وفي ممثلات تانيين بس يعني دول اللي انا اسمها ايه زفت دي، عفاف شعيب. عفاف شعيب دي قمة البرود خالص، دي الجدي دي، مفيش خالص، مفيش اغراء، مفيش اي حاجة. غالبا بتبقى شخصية تحس كده يعني دمها واقف، ما بتبقاش ظريفة، الا في حالات معينة زي ليلى طاهر دي رقيقة وجميلة يعني، رغم انها ما مثلتش اغراء، انما في الغالب بتبقى دمها واقف ودمها يلطش يعني. مع ان برضو زي ما قلت في استثناءات للقاعدة، يعني الحوت رغم ان هي متحررة جنسيا وبتاع، انما في زي ليلى طاهر ما عملتش اغراء خالص. الجدي في منه كده وفي منه كده، يعني عفاف شعيب دي لا باردة خالص، مفيش ولا اغراء ولا نيلة. انما الهام شاهين عملت اغراء، ليلى علوي يعني واخد بالك، يعني نادية لطفي عملت شوية اغراء شوية كده، بس الهام شاهين الاكثر في ناحية الاغراء يعني، ودول جدي. فبقول لك ممكن الابراج ما تبقاش زي بعض، يعني نفس البرج بس ما يبقوش زي بعض في النقط دي. من المشاهير بتوع برج الأسد، ودي رقيقة وجميلة أوي الحقيقة، اللي هي جينيسيس رودريجيز. كانت ممثلة حتى في فيلم مان اون ليدج. دي الرقة كلها وحاجة الجمال بتاعها، هي لاتينية في الأصل يعني. من ممثلات برج الحمل بقى نادية الجندي طبعا، يعني ما بحبهاش كأنثى يعني، هي ممثلة ماشي وبتاع، بس مش جذابة بالنسبة لي. من برج الميزان برضو سوسن بدر، ودي ملامحها مصرية إلى حد كبير وفرعونية. بس أنا أميل أكتر لعلا غانم، دي في ملامحها فرعونية أوي وجميلة أوي، ورقيقة وبتيت برضو دي، بس دي برج القوس. علا غانم بس جميلة جدا، جميلة جدا. من مشاهير برج الحمل كريستين ستيوارت، اللي هي عملت سازورا، وعملت اللي هو الشفق طبعا، والراقصة دينا برضو برج الحمل، واخد بالك.
إيما واتسون عمل برج الحمل برضو. ريز ويزرسون برضو ويزر سبون. ريس ويزر سبون برج الحمل. سارة جيسيكا باركر برج الحمل، واخد بالك. سارة ميشيل جيلر برج الحمل برضو. وداليا مصطفى طبعا زي ما قلت، الرقة اللي فيها والجمال اللي فيها والدلع اللي فيها، وهي برج الحمل. إيما واتسون دمها خفيف يعني، دمها خفيف، واخد بالك. وكده مبهجة كده وضاحكة دايما. جميلة من النقطة دي. سارة جيسيكا باركر أنا بحبها، بعتبرها يعني رمز للأنوثة بصراحة. وريز وريس ويزر سبون برضو بعتبرها رمز للأنوثة. واخد بالك. وداليا مصطفى طبعا من الجميلات بالنسبة لي يعني. وبالنسبة للقوس، علا غانم دي الرقة كلها والحلاوة كلها فيها. أيتن عامر برضو برج القوس. جوليان مور برج القوس. بريتاني سبيرز برج القوس. شريهان طبعا برج القوس. هي جميلة كشكلا جميلة، بس يعني أنا مش ميال لها أوي، إنما هي شكلها حلو وفرعونية الشكل يعني. ممثلات برج العذراء المشهورين منهم آثار الحكيم ودلال عبد العزيز، واخد بالك، اللي هو البرج بتاعي بقى. في وهالة سرحان برضو، ورجاء الجداوي العذراء برضو. بليك ليفلي من برج العذراء اللي هي عملت فيلم ايدج اوف ادلاين. كاميرون دييز اللي عملت فيلم ذا ماسك مع جيم كيري، برج العذراء برضو. سلمى حايك برج العذراء. صوفيا لورين برج العذراء، واخد بالك. يعني دول اللي ايه المعروفين. بس انا الحقيقة مش ميال لحد منهم يعني، مش ميال لحد منهم. برج بقى ايه، يقول لك باب النجار المخلع. ما يعني ما بميلش للعذراء اللي زي. بس كده سيبكوا بقى. لا لسه في حتة. برج الأسد. برج الأسد جينيفر لوبيز برج الأسد. وجينيفر لورانس برج الأسد، واخد بالك. وساندرا بولوك. أنا بحب ساندرا بولوك الحقيقة، بالذات في فيلم زانيت، من الحاجات القديمة بتاعتها يعني، فيها رقة شوية وكده. برج الأسد. كيت بيكنسنس بيكنسيل دي ولا إيه؟ دي الأسد، وأنا معجب بيها الحقيقة، من الممثلات الحلوين يعني في التمثيل بتاعها والحاجات بتاعتها، وهي رقيقة إلى حد ما. كيت بيكنسيل. وبرضه جينيفر كونيلي دي القوس. دي من الممثلات المفضلات عندي قوي، جينيفر كونيلي، لأن كل أفلامها غالبا خيال علمي وكلها مفيدة. ومنها فيلم كرييشن اللي عن داروين، كانت طالعة مرات داروين. فيلم حلو جدا. وأفلام جينيفر كونيلي كلها حلوة. دي برج القوس، وهي كامرأة جميلة برضو، جذابة يعني. من ضمن برج الأسد سلافة وخرجي السورية اللي انت عارفها طبعا.
شارلايز ثيرون برضو من برج الأسد. يعني أنا مش ميال ليهم الحقيقة، اللي هم مشاهير برج الأسد. وميلا كونيس هي الوحيدة اللي حلوة فيهم بتعجبني، يعني ميلا كونيس. جينيفر لورانس ممثلة حلوة برضو، ممثلة حلوة. ميلا كونيس بتعجبني كممثلة وكامرأة، وفيها رقة وكده. جينيفر لورانس فيها يعني ليها أفلام رومانسية قوي، وبتبان بتحب، يعني المرأة العاشقة اللي بتحب موجودة فيها. انما مثلا مديحة كامل برج الاسد ما احبهاش خالص، مش لا اميل لها تماما خالص. برج الاسد اللي بحبها قوي ايمي ادمز، دي الرقة كلها والحلاوة يا عليها، يا عليها. ايمي ادمز. هم دول الابراج اللي هي، او المشاهير اللي في الابراج دي، واللي بيعجبوني منهم. يعني ده دليل على ان ايه، انها مش قاعدة، انها مش قاعدة. بس اسيبكم على كده، سلام.